طبعا يعني بحب اهني الفريق وبارك له، لعيبه وجهاز واداريين وجهاز فني، لانه الحقيقه اللي وريه لنا امبارح بيدل الاهلي رايح فين وفرقه النادي الاهلي رايحه فين بهذه الروح وبهذه الامكانيات. اعتقد ان النادي الاهلي القادم له افضل بكتير ان شاء الله. ويعني وجود اللعيبه بالروح دي وبالاداء ده امبارح بيدينا امل كبير قوي في المستقبل ان شاء الله. برضو وانا قلت لهم الكلام ده النهارده، المشوار لسه طويل قوي. مباراه امبارح مباراه ب3 نقط، صحيح احنا فارقين 7 نقط، فاضل 18 مباراه على نهايه الدوري، ومش الدوري هو هدفنا الاول، هدفنا الاول افريقيا، بطوله افريقيا السنه دي ان شاء الله. فربنا يعني يقدرهم ويستمروا بهذه الروح وهذا الاداء، وننسى خلاص ماتش الزمالك. ماتش الزمالك مباراه زيه زي اي مباراه ب3 نقط. طبعا كان محتاجين هذه الدفعه المعنويه، والحمد لله قدروا يرفعوا راسنا جميعا ويفرحوا جمهورهم. الحقيقه يعني طبعا انتوا شايفين اللي بيحصل على مدار الفتره اللي فاتت. هناك مشاكل وعندنا قضايا وعندنا حاجات كتير، انما مجلس اداره سعى من اول يوم تولى فيه مسؤوليه النادي الاهلي انه يعزل فريق الكوره تماما. بقالنا سنه ونص او اكتر من سنه ونص بنعد هذا الفريق. الحمد لله وصلنا لكده بان احنا ادينا كل المسانده الممكنه للفريق وللاجهزه اللي بتشتغل معاه، ان هم لا يتاثروا باي حاجه اطلاقا فيما يخص الامور الاداريه. طبعا اولا يعني مش هنتكلم على عبد العزيز عبد الشافي، ومش هنتكلم على سيد عبد الحفيظ، ومش هنتكلم على الجهاز المعاون كله. الناس دي بتلعب بروح النادي الاهلي وبتدرب بروح النادي الاهلي وتعرف يعني ايه قيمه النادي الاهلي. واعتقد ان هو ده كان من الاسباب الرئيسيه، وانا كنت لسه بقول للكابتن عبد العزيز دلوقتي انه لما بيدرب النادي الاهلي واحد من ولاد النادي الاهلي اللي لعبوا في النادي الاهلي، بيقدر ينقل لهم الروح وبينقل لهم هي دي روح الفانيلا الحمراء اللي احنا بنتكلم عليها دايما ومحدش قادر يقيمها مظبوط. لا، روح الفانيلا الحمراء دي بتنتقل من المدرب ومن الجهاز الى اللعيبه من خلال الخبره والتراكم اللي حصل له على مدار السنين. فطبعا عبد العزيز عبد الشافي عنصر مهم جدا، سيد عبد الحفيظ عنصر مهم جدا. الناس دي بتقدر تنقل للعيبه في الملعب ما هي قيمه النادي الاهلي، وده اللي بينعكس عليهم في الملعب. مجلس الاداره ما بيتاخرش اطلاقا في تقديم اي مسانده مطلوبه منه. احنا التواصل بيني وبين كابتن عبد العزيز عبد الشافي مباشر وعلى طول، وبيني وبين الكابتن سيد عبد الحفيظ اي مشاكل بنسعى لحلها فورا. الحمد لله ما فيش مشاكل، الناس مسيطره تماما على الموقف، عارفين هم بيعملوا ايه، اللعيبه مقدرين المسؤوليه تماما. وانا برضو بحب اشكرهم تاني، لانه الروح اللي احنا بنشوفها النهارده في فريق النادي الاهلي كنا مفتقدينها بقى لنا فتره طويله. دي لسه بقى في قعده مع كابتن زيزو، لانه الكابتن عبد العزيز عبد الشافي ما ننساش ان هو مدير قطاع الكره، هو اللي بيخطط لقطاع الكره، واحنا كمجلس اداره وعبد العزيز عبد الشافي بنخطط لاستراتيجيه طويله المدى، ما بنخططش للماتش وما بنخططش للماتشين، احنا بنخطط لمستقبل قطاع الكره في النادي الاهلي. داخلين على مراحل مهمه جدا، داخلين على مرحله شركه النادي الاهلي للكوره. في حاجات كتير قوي عبد العزيز عبد الشافي وجوده فيها مهم، هو بقى له فتره متسلم هذه المهمه وبيؤدي فيها على اعلى مستوى، وبيحط خطط مدروسه بالنسبه مش بس للفريق الاول، بالنسبه لقطاع الناشئين، بالنسبه للاكاديميه، بالنسبه للعلاقات التجاريه بين قطاع الكره والاطراف الاخرى. فدي هنقعد مع عبد العزيز ان شاء الله وهنتكلم فيها. وطبعا ربنا يعني كل اللي بنسعى ليه هو صالح الفريق وصالح النادي ايا كانت، سواء باستكمال عبد العزيز يعود الى منصبه كمدير قطاع الكوره. كل الكلام ده مطروح للبحث، والميزه انه بيطرح للبحث مع عبد العزيز عبد الشافي، ما بيطرحش مع مدير فني اجنبي. فالامور بيحكمها مصلحه النادي الاهلي اولا واخيرا. لا، هو النهارده طبعا انا باركت لهم، كنت جاي مخصوص ابارك لهم وابلغهم حاجه مهمه جدا. انا عارف طبعا انه عبد العزيز وسيد قالوا لهم هذا الكلام، انما احنا المشوار ما زال طويلا، ومباراه و3 نقط، وصحيح فارقين 7 نقط، انما احنا من 3 اسابيع او من اسبوع او من 3 مباريات كنا تحت بنقطه. فالامور بتتغير مباراه من مباراه الى اخرى.
فاحنا عايزين نستمر بهذا المنوال وبهذه الدفعه. مباراه الزمالك بنقفل صفحتها وبنبدا مشوارنا في الدور الثاني ان شاء الله. لا، السفير احمد قطان ده طبعا المواطن الاهلاوي المصري السعودي، هو دايما بيجي في المناسبات ودايما متواجد معانا. هو طبعا راجل من اعضاء الاهلي البارزين ومن ابناء الاهلي القدامى، فهو دايما بيحب يبقى يوري مساندته للفريق ويوري مساندته للنادي في اي ظرف من الظروف. الحمد لله انا بقول لهم احنا عندنا احسن لعيبه في افريقيا مش في مصر بس. عندنا لعيبه في كل مركز النهارده احسن من بعض. الروح اللي موجوده في اللعيبه اللي في الملعب واللعيبه اللي قاعده على الدكه واللعيبه اللي قاعده في المدرج نفس الروح، فما فيش فرق بين اي واحد والتاني. الفريق محتاج لنفس طويل، محتاج لكل لعيب في مركزه ولكل واحد قاعد بيسانده من بره سواء من الدكه او من المدرج. ودي حاجه بنشوفها كنا مفتقدينها بقى لنا فتره، بنشوفها امبارح في ماتش امبارح بتجلي شويه زياده. روح اللعيبه اللي قاعده في المدرج اللي بره القايمه اللي بره السكور شيت زيها زي اللي بتلعب في الملعب بالظبط. بنكمل على هذا المنوال ان شاء الله، وباذن الله ربنا هيكرمهم لان هم بيؤدوا ما عليه. اللعيبه مش محتاجه مكافاه اجاده عندنا، احنا لعيبه النادي الاهلي بتلعب عشان تكسب وبتلعب عشان البطوله، والمكافآت عندنا لائحه وبنطبق اللائحه دي دايما في كل الاوقات. الحقيقه يعني انا بحب ابلغ رساله مش بس للعيبه ومش بس للاعضاء، انا ببلغ رساله لجمهور النادي الاهلي اللي ساعد امبارح بفرقته وبشكل فرقته وبانتصار فرقته. احنا محتاجين دعم هذا الجمهور، دعمه بكل الطرق والوسائل. مش بس بنكلم شريحه واحده، احنا بنكلم كل الشرايح، بنكلم جمهور النادي الاهلي اللي طول عمره بيقف ورا فرقته في محنتها قبل في انتصاراتها. ففي الانتصارات بنطلب منه مزيد من المسانده ومزيد من التضافر وتضافر الجهود كلها عشان نقف ورا النادي وفرقته ونحقق اعلى انتصارات ان شاء الله. بطالب الجمهور اللي فرح امبارح، مصر كلها فرحت امبارح بفوز النادي الاهلي، بطالب الجمهور انه يستمر في مساندته الايجابيه لفرقته والنادي، وان شاء الله نفضل نحقق الانتصارات ونحتفل مع بعض بكل الانتصارات القادمه ان شاء الله. وبنشكر طبعا قناه النادي الاهلي وكواليس التتش على التغطيه والشغل اللي بيعملوه هنا. الحقيقه هم بيعتبروا او انا بعتبرهم جزء من الفريق، لان هم بيعانوا من نفس ما يعانيه الفريق والمتابعه والكواليس، وبنتمنى دايما التقدم لقناه النادي الاهلي.